كما أفادت مصادر أخرى بأن محتجين من قبيلة أولاد ليم قاموا بمحاصرة مقرات جهاز الشرطة التابع للبوليساريو، ودفع هذا الوضع المتفاقم في مخيمات تندوف الجزائرية بعض القبائل إلى الانتقام لأبنائها الذين تم اعتقالهم في ظروف سيئة. صراعات بين ميليشيات البوليساريو وشباب معارضين تشعل مواجهات دامية في مخيمات تندوف. تشهد مخيمات تندوف احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال شغب واسعة، حيث أقدم صحراويون على إحراق سيارات تابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، واستهدفوا ما يسمى بمؤسساتها الأمنية. هذه الاحتجاجات المتصاعدة جاءت ردًا على عمليات قتل طالت معارضين. وذكرت مصادر إعلامية أن هذا التصعيد جاء بعد تصفية بعض شباب القبيلة من طرف مرتزقة الجبهة الانفصالية، مما أثار حفيظة أهلهم ودفعهم إلى التحرك بقوة ضد الجبهة. ويرى المحتجون وفق المصادر المشار إليها أن هذه الأعمال العدائية منظمة من قبل قياديين في الجبهة الانفصالية، وتستهدف المنتمين لقبيلة أولاد تيدرارين. هذه الأعمال تشمل الاعتداء الجسدي ونهب الممتلكات، مما زاد من توتر الأوضاع داخل المخيمات. كما أفادت مصادر أخرى بأن محتجين من قبيلة أولاد ليم قاموا بمحاصرة مقرات جهاز الشرطة التابع للبوليساريو، وأضرموا النار فيها بقيادة شاب معارض للجبهة يدعى حماد ولدهبة. هذا الحصار تطور إلى مواجهات مباشرة بين الطرفين، حيث لجأت ميليشيات البوليساريو إلى استخدام العنف ضد المحتجين. ومع ذلك فوجئت الميليشيات بمقاومة شرسة أدت إلى إحراق مقر الشرطة، مما أثار موجة احتجاجات جديدة بين عناصر جهاز الأمن الذين تركوا لمصيرهم. وفي ظل تصاعد الفوضى خاصة في مخيم سمارة، اضطرت جبهة البوليساريو إلى الاستعانة بقوات الدرك، وهي إحدى أبرز قواتها المسلحة، لمحاولة السيطرة على الوضع بعد انسحاب الشرطة. كما أرسلت القيادة إبراهيم الشيخ المدير العام لجهاز الأمن في البوليساريو والمنتمي لقبيلة أولاد تيدرارين في محاولة لإقناع المحتجين بإنهاء احتجاجهم. وقد وعد الشيخ عناصر جهاز الأمن بحمايتهم وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، كما تعهد بتزويدهم بمعدات متطورة ومكافآت مالية. انتهاكات خارج القانون. كشفت قبيلة الأنصار أولاد تيدرارين في بيان لها أنه جرى طمس كوادرها من الجبهة حتى صارت لا تحرك ساكنا إزاء ما تتعرض له من انتهاكات، مبرزة أن من بني جلدتها من تعرض للتصفية الجسدية دون أن يقتص من القتلة أو تتخذ في حقهم الإجراءات اللازمة، بعدما أصبحوا خارج القنطر الإقليمي وتحديدا بإسبانيا، حيث يسرحون ويمرحون. وأشار البيان ذاته إلى إقدام المعتدين من عصابات البوليساريو بالأمس القريب بكمين محكم استهدف التاجر المعروف بولد فرانكو، حيث جرى تهديده بالسلاح ومقايضته بماله أو حياته، قبل أن يؤثر حياته على المال، ليستولوا على ما بحوزته من بضاعة وتقدر ب8 ملايير دينار جزائري. المخدرات والإرهاب. تشير تقارير إعلامية إلى أن مخيمات تندوف تعيش منذ أشهر على وقع صراعات شديدة بين قيادات الجبهة وزعماء قبليين محليين، وذلك بسبب تعرض العديد من المعارضين لأعمال قتل وتعذيب، إضافة إلى انتهاج سياسة العقاب الجماعي ضد عائلاتهم. كل هذا يحدث في ظل تعتيم إعلامي من الجزائر التي تجوع شعبها في سبيل دعم الطرح الانفصالي لدميتها بوليساريو. ودفع هذا الوضع المتفاقم في مخيمات تندوف الجزائرية بعض القبائل إلى الانتقام لأبنائها الذين تم اعتقالهم في ظروف سيئة، في حين يتم إطلاق سراح أبناء القياديين البارزين في جبهة البوليساريو
وسط تلاعب بالأحكام القضائية من خلال رشوة في محاكم وهمية خاضعة لزعماء الكيان الوهمي. وتقوم ميليشيات البوليساريو بين الحين والآخر بمهاجمة الأسر الفقيرة واختطاف أبنائها بتهمة المتاجرة في المخدرات، مما يؤدي إلى تدهور أمني داخل المخيمات ينذر بتفجر الجبهة الانفصالية من الداخل. ويتوعد قادة الربون في مخيمات الأحماد كل من ينشط في تهريب المخدرات والوقود الجزائري، حيث ينشط في هذا التهريب أبناء العائلات الغنية فقط، فيما يظل التهريب بكل أنواعه حصرا على أبناء وأبناء عمومة قادة البوليساريو المحميين من الجيش الجزائري.